هل سمعت يوما ابن تيمية أو ابن القيم أو الإمام أحمد أو حتى أحد من الصحابة تكلم عن شيء اسمه الحاكمية؟ أن الإمام ابن القيم قال بالحرف أن أصول التوحيد تنقسم إلى 3: ربوبية، ألوهية، حاكمية. قال ابن القيم في مدارج السالكين: وكثير من الناس يبتغي غيره حكما يتحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه، وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد. قال: ألا يتخذ سواه ربا، هذا الربوبية، ولا إله، هذا ألوهية، ولا غيره حكما. هل يتجرأ اليوم هذا الصبي ويقول أن الإمام ابن القيم خارجي؟ الكلام ابن القيم الآن هو ذكر لا يخافون لومة لائم، وذكر أيضا الإنكار في العلن على الحكام وكذا، كما سمعت الكلام هو نفس كلام فركوس. حتى العبارات التي استعملها الشيخ فركوس. نعم، ابن القيم قال الإنكار علنا. يا أخي نعود نقرأ لك. ابن القيم قال الإنكار علنا. أعيد لك الكلام ستجد الجواب. معليش يلا. طيب، قال رحمه الله صحة هذا المعنى يعني الذي ذكرناه بقوله ما قاله عباد. الآن بين عارضتين، استغفر الله، عفوا. ما قاله عبادة بن الصامت وغيره: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق حيث كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. قال ابن القيم: ونحن نشهد بالله أنهم وفوا بهذه البيعة وقالوا بالحق وصدعوا به ولم تأخذهم في الله لومة لائم، ولم يكتموا شيئا منه مخافة سوط ولا عصا ولا أمير ولا وال، كما هو معلوم لمن تأمله من هديهم وسيرتهم. اسمع الآن الأمثلة عن العلن. فقد أنكر أبو سعيد على مروان. لا معليش، وين قال ابن القيم الإنكار علنا؟ وين يا أخي؟ فقد أنكر أبو سعيد على مروان. ما هذا؟ هل تعرف القصة هذه؟ هذا علن. القصة اللي جابها الشيخ فركوس في الواقع، في الفتوى. نعم، القصة التي أتى بها الشيخ فركوس في الفتوى، صح؟ لا، بعضها. هو قد ذكر، قال فقد أنكر أبو سعيد على مروان. بعضها ولا كلها؟ معليش يا أخي حمزة، شوف باش حتى نعرف وين المشكل. معليش، أخذ بعضها. أنا أقول لك أين المشكل يا محمد. أنا أقول أختصر لك أين المشكلة. الآن أنا يعني هذا غير متوقع منك. يعني ربما شخص آخر ربما يصر أن يقول لي يجب أن تخرج لي كلمة علن، مع أنه الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى قال. معليش، لم أقل قلت يا أخي، لم أقل قلت، لا داعي للإنزعاج. قلت لو كان غيرك. ولا حتى قصدي يا أخي، ما قلت قصدك. أنا قلت ربما لو كان غيرك، أو ربما من يسمع هذا الكلام الآن قد يقول ويبرر، يقول ابن القيم لم يذكر كلمة علنا. ولكن ابن القيم ماذا قال لما مدحهم وقال هذا ظاهر في سيرتهم وهديهم؟ قال نشهد بالله، قال هكذا: ونحن نشهد بالله أنهم وفوا بهذه البيعة، يعني من الوفاء بالبيعة في إنكار المنكر، كما قال عبادة ولا نخاف في الله لومة لائم. قال فقد أنكر أبو سعيد على مروان وهو أمير على المدينة، وأنكر عبادة بن الصامت على معاوية وهو أمير، وأنكر ابن عمر على الحجاج مع سطوته وبأسه، وأنكر عمرو بن سعيد وهو أمير على المدينة. هذه أمثلة. ثم قال: وهذا كثير جدا من إنكارهم على الأمراء والولاة إذا خرجوا عن العدل. يعني هذه الأمثلة: إنكار مروان على مروان وهو أمير، وإنكار عبادة بن الصامت. القصص هذه كيف حدثت؟ وإنكار من الآخر بن عمر على الحجاج، وأنس بن مالك لما جاءه وقال له كذب الحجاج في غيبته، قال له كذب الحجاج. فابن القيم يقول لك لم يخافوا كذا، وهذا كثير من إنكارهم على الأمراء والولاة إذا خرجوا عن العدل، لم يخافوا سوطهم ولا عقوبتهم، ومن بعدهم لم تكن لهم هذه المنزلة، بل كانوا يتركون كثيرا من الحق خوفا من ولاة الظلم وأمراء الجور. فمن المحال أن يوفق هؤلاء للصواب ويحرمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الصواب فيما فعله الصحابة من الإنكار. هذا الكلام لا يختلف ولو بذرة واحدة عن كلام الشيخ فركوس. الآن إذا تقول لي هذا كلام سروري،
سأتفهم ذلك تماما. يعني تقول ذاك سروري وهذا كلام سروري أيضا لأنه نفسه، لكن أن تحاول أن تبرر هذا لأنه من ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا كلام النووي، وإن شئت جبنا كلام الطبراني، فهذا الكلام كثير جدا وليس بجديد. لذلك المشكلة الآن في من يصر أنه متعبد بذات نص لا يبده علانية، سيضطر أن يتهم كثيرا من الصحابة وكثير من التابعين ومن العلماء بأنهم خالفوا النص وأنهم يقولون بقول السرورية. ليس واحدا أو اثنان، ليس واحدا أو اثنان، ستضطر في كل مرة أن تقول هذا الكلام عن عالم من العلماء وعن صحابي من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا سيبقى في قلب كل شخص. أنا متأكد أن كل شخص ضد هذه التفصيل سينام وفي قلبه هذا الأمر، سينام وقلبه يقول له أنت مضطر الآن أن تقول عن الصحابة أنهم خالفوا النصوص وأنهم يقولون بقول السرورية ليس صحابي أو اثنان. المشكلة الأكبر أين؟ أن كل هؤلاء الصحابة الذين أنكروا لم يرد أن أحدا من الصحابة أنكر عليهم وقال لهم أنتم مخطئون لقد أخطأتم، هذا مخالف. يعني العديد من الصحابة أخطأوا ولا واحد من الصحابة الآخرين ثبت أنه أنكر عليهم، مع أن بقية أحيانا قد وردتنا يعني الآثار في بعض الأخطاء وجدنا أن الصحابة ينكرون على الصحابي الذي يخطئ هنا أو هنا. لكن في هذا الأمر لا يوجد ولا صحابي واحد قال لعائشة رضي الله عنها أنها أخطأت أو قالت هي لقد أخطأت، أو معاوية أو غيره أو أنس بن مالك أو غيرهم ممن جاءت الأمثلة بذكره.